السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة بحلقة قوية جدا، وهي الفرق بين التربية في الأرض والتربية في البطاريات. للأسف ناس كتير قوي مفكرة إن التربية في البطاريات بتطلع وزن أكبر ب... بتطلع في عمر أصغر. الكلام ده كله لا، ما حصلش، مفيش حاجة، والعكس في الأرض. والله العظيم القصة كلها في الفراخ عموما يعني. الفرخ بيطلع ل 28 يوم، 30 يوم، 32 يوم، مش بالعمر، بالاكل العلف يا جماعه. تحويل على اكل العلف. لو اسست كتكوتك كويس وربيت من العمر الصغير في الارض كويس، ونشطت كتكوتك وعودته وجهزته على الاكل واستقبال العلف وضغطه على العلف، وخلص معاك بدري. وبيفرق قوي سواء ارض او بطاريات. اول كيلو علف، اول كيلو علف كل ما يخلصه في عمر اصغر، كل ما كانت الدوره معاك هتبقى اقرب. تمام. فالكتكوت ليه معدل علف هياكله، سواء بقى في الارض سواء في البطاريات. هياكل معدل العلف بتاعه طول ما انت محافظ عليه، ومحافظ على مشاكل، محافظ عليه من المشاكل المعوية والتنفسية، مظبط تهويتك ومظبط حرارتك. فالكتكوت هياكل كويس قوي وهيطلع معاك بدري. طالما خلص العلف بتاعه 3 كيلو، 3 كيلو 200 على حسب ما بتأكل، 3 كيلو ونص. طبعا 3 كيلو، 3 كيلو 200 ده بيخلصهم بدري. ودي بترجع لحاجتين: لجودة العلف وجودة الكتكوت. قعد 3 كيلو في كتاكيت، في كتاكيت مع علف معين او مع العلف الكويس هتديك 2 200 و2 300. وفي بيديك نفس الوزن على 3 كيلو 200 علف. وفي للاسف بيديك على وزن اقل من ده على 3 كيلو ونص علف. فهي بترجع لكمية العلف اللي بياكله الكتكوت، سواء بقى اكله في 28 يوم زي ما بتشوف في بعض الفيديوهات بنطلع في العمر ده، او اكلوا في 30 يوم او 32 يوم او اكلوا في 40 يوم. فهي القصة مش عمر خالص. فراخ مش عمر يا جماعة. الفراخ بتتحسب بالعلف، بكمية العلف اللي كلتها. ولذلك هتلاقي في جميع الأعمار أوزان مختلفة مع كل الناس. ليه؟ بيبقى في كتكوت انت اشتغلت عليه كويس، او كان صحته كويسه، الكتكوت نفسه جودته كويسه مع علف كويس، فخلص علفه بدري، فبيديك وزن. كل ما هو واكل علف اكتر هيديك وزن اكتر في عمر اقل. فكلمة مثلا عمر 20 يوم يديني وزن كام؟ انا بحسبها تقريبا كده، يعني بيخلص كيلو العلف البادئ على 17 يوم، 18 يوم. وفي اليومين دول بيكون اكل 100 جرام ولا 150 جرام او 200 جرام. يبقى في المتوسط بيديك مثلا الكيلو 200 جرام دول هيدوك 850 900 جرام. فبنحسبها كده بس تقريبية يعني. انما هي حسبة مش صحيحة، دي حسبة تقريبية. الصحيحة ان كتكوتي اكل كيلو يديني كام؟ لو علف كويس هيديك 800 850 جرام متوسط. عمر كام مش شرط بقى. عمر 16 يوم ممكن ياكلهم، عمر 12 يوم ممكن بتاع 18 يوم ممكن ياكلهم، عمر 20 يوم. وفي ناس ما بتخلصوش الا على 22 يوم و23 يوم. فده هيبقى متأخر شوية في الوزن بالنسبة للعمر. فهي القصة هنا، وعايزك تبقى فاهم وعارف. القصة في دي، القصة مش لا في بطاريات ولا في أرضي. دي معلومة على الماشي لازم تفهمها. وإن شاء الله بإذن الله في حلقات جاية هنخوض كتير أوي في المواضيع ديت. وهفهمك ازاي تخلص علفك بدري، فتطلع فراخك في عمر اصغر بوزن اكبر ان شاء الله باذن الله تعالى. وبكده اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة بحلقة قوية جدا، وهي الفرق بين التربية في الأرض والتربية في البطاريات. للأسف ناس كتير قوي مفكرة إن التربية في البطاريات بتطلع وزن أكبر، ب... بتطلع في عمر أصغر. الكلام ده كله لا، ما حصلش، مفيش حاجة، والعكس في الأرض. والله العظيم القصة كلها في الفراخ عموما يعني. الفرخ بيطلع ل 28 يوم، 30 يوم، 32 يوم، مش بالعمر، بالاكل العلف يا جماعه. تحويل على اكل العلف. لو اسست كتكوتك كويس وربيت من العمر الصغير في الارض كويس، ونشطت كتكوتك وعودته وجهزته على الاكل واستقبال العلف وضغطه على العلف، وخلص معاك بدري. وبيفرق قوي سواء ارض او بطاريات. اول كيلو علف